جاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أعلن النجم الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد وتوتنهام السابق اعتزاله لعب كرة القدم بشكل رسمي، وذلك بعد أيام من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم. وقال جاريث بيل عبر صفحته بموقع تويتر: بعد دراسة متأتية ومدروسة أعلن اعتزالي كرة القدم على المستوى الدولي والأندية، وأشعر بإني محظوظ للغاية لإني حققت حلمي في ممارسة الرياضة اللي بحبها، ولقد منحتني بعضا من أفضل لحظات حياتي على مدار ال17 موسم، وسيكون من الصعب تكرارها بغض النظر عما يخبئه المستقبل لي. ومنذ أول لمسة لي مع فريق ساوثامبتون، وحتى الأخيرة مع لوس أنجلوس، وكل الأندية التي لعبت لها في المنتصف، ولعبي مع المنتخب ل 111 مباراة، الأحلام أصبحت حقيقة. أود أن أعبر عن امتناني لكل الأطراف التي لعبت معها طوال هذه الرحلة، ولكل الأشخاص التي ساعدت على تغيير شيء في حياتي. ولم أكن أحلم بهذا الأمر عندما بدأت وعمري 9 سنوات. إلى كل أنديتي السابقة: ساوثامبتون، توتنهام، ريال مدريد، وأخيرا لوس أنجلوس، وكل المدربين وزملائي وأصدقائي وعائلتي، لقد غيرتم في حياتي بشكل لا يقاس. أنا أنتقل الآن إلى المحطة القادمة في حياتي. حان وقت التغيير وبداية تحدي جديد. الجدير بالذكر إن جاريث بيل حقق العديد من الألقاب، كانت أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، الدوري الأسباني 3 مرات، كأس العالم للأندية 4 مرات، كأس ملك أسبانيا مرة، السوبر الأوروبي 3 مرات، السوبر الأسباني 3 مرات، كأس الرابطة الإنجليزية مرة، وكأس الدوري الأمريكي مرة. ربنا يوفقه اللاعب جاريث بيل. أعزائي المشاهدين، لو عجبكم الفيديو لايك ومشاركة الفيديو، وشفتوا قناتي أول مرة أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.